السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايه لكم في فيديو مختلف خالص عن الفيديوهات بتاعتنا. كل سنه وانتم طيبين كده. هنذبح مع بعض بط رمضان اللي كنا مربيينه مع بعض. ده بط بيور. كنت جايباه كده، قعد معايا بتاع 3 شهور او حاجه. 3 شهور او اقل يعني. فنذبحه كده مع بعض عشان كفايه عليه كده. كده بقى نبتدي بقى نذبح كده ونركنه على جنب. طبعا مش ما ظهرت لكمش الذبيح علشان اليوتيوب مانع المنظر يعني لما يبقى كده. فمنعت الصورة يعني، حطيت عليها حاجة. فطبعا كده ذبحنا بقى البط بتاعنا، نركنه كده وناخده بقى وننزل. ونبقى مسخنين كده مية كده تكون سخنة. وبعد ما البط بتاعنا يفارق الحياة ننزل بقى ايه بالبطاية بتاعتنا في المية السخنة بالشكل ده. وهنبتدي بقى ايه نشيل الريش بتاع البطة. طبعا لما تاجي تبتدي في البطة تبقى تشيلي كده الريشة اللي في الأجنحة، علشان الأجنحة حساسة وبتسلخ منك. ومش عايزة البطة مثلا تسلخ منك او كده، ما تسخنلهاش المية او ما تخليهاش تغلي قوي وتنزلي بيها، لانه اصلا البط ده لسه يعني اخضر لسه صغير. والفراخ زي نظام الفراخ كده، الفراخ برضو ما بتحبش المية تكون سخنة قوي لان الجلد بتاعهم بيبقى طري، فمش هيستحمل المية اللي بتغلي. فانت خليه دوب سخنة حلوة يعني. وتنزلي بقى بالبط على طول وتطلعي وتشيلي بقى الريش بالشكل ده، تطلع معاكي بكل سهولة. ولما تيجي تشيلي كده تبقى ايدك كده نزلة ايدك كده لتحت عشان تشيلي معاها الريشة التحتانية، الريشة الصغيرة اللي بتبقى تحت، اللي بتبقى لازقة في الجلد ده. وتشيلي طبعا الريش كده بكل سهولة وهيطلع معاكي بكل سهولة. الشكل ده بدأت تنضف معانا اهي. انا كنت دايما كل سنة يعني بجيب فراخ بيضة. وبعد كده ايه السنة دي صراحة قلت اجيب البط مش هياكل علف كتير. طبعا انتوا عارفين ان العلف غالي، فالفراخ البيضة هتاكل علف مني كتير قوي. فبصراحة جيت جايبة ايه البط. هو برضو اكل يعني معايا، بس ايه الى حد ما ياكل اي حاجة يعني من البيت. والله المستعان يا رب. وربنا هو اللي يقدرنا في رمضان ويرزقنا جميعا يا رب العالمين. يا ريت بقى لو وصلت معايا لحد هنا كده تعملي لايك واشتراك في القناة لو مشتركتيش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، عشان الفيديوهات الجاية بإذن الله ضرب نار يعني. فشجعوني كده باللايك والاشتراك. وعايزة اقول للناس الجميلة اللي بتكتب لي كومنتات جميلة جدا، بجد تسلمولي. وبجد الكومنتات بتاعتكم بتفرق معايا قوي وبترفع من روحي المعنوية بجد يعني. فجبر الخواطر ده حاجة عظيمة قوي، ربنا يجبر بخاطركم يا رب العالمين. طبعا هنعمل طبعا البط كله بنفس الطريقة. وهنشيله كده نشيل الريش بالراحة طبعا. اهو زي ما انتوا شفتوا كده، بعد ما نضفت خالص خالص ما فيهاش ولا ريشة ولا اي حاجة، يدوب حاجات بسيطة قوي. هناخدها بقى المرحلة التانية، هي مرحلة الشفشفة. في ناس مش عارفة يعني ايه شفشفة. الشفشفة دي بنحطها على عين البوتاجاز. انا مصوركم كل حاجة علشان ما بقاش حرمكم من حاجة يعني. بصوا كده على عين البوتاجاز، ونبقى نقلب البطة بتاعتنا بالطريقة دي. هنقلب البطة بتاعتنا كده. طبعا انا شايلة الغطا بتاع عين البوتاجاز عشان النار تكون شديدة كده معانا وتعمل البطة كويس. بس خدي بالك اوعي تحرقي البطة، يعني ما تسويهاش على النار. انت يا دوب بس تشيلي ايه من تحت الأجنحة كده، من الجوانب، من فوق، من عند الرقبة كده يعني، الحتت دي عشان بيكون فيها ريش صغير. ولو بالطريقة دي هيطلع معاكي يعني. في البط لازم مرحلة النار دي تعملي البط على النار. انما في الفراخ تقدر تستغني عنها خالص، عشان الفراخ طبعا بتكون نظيفة وجلدها بيكون نظيف. وطبعا بعد ما خلصنا كده الشفشفة وكده، هنبتدي ايه بقى نقطع بقى البط بتاعنا. مسكنا كده الرجلين استغنينا عنها خالص هنرميها. وكمان الحتة اللي هي الورانية دي زي ما انتوا شايفين كده بالسكينة وفتحتها، علشان دي طبعا لازم تترمي خالص، مينفعش تخليها. دي اسمها زفرة فوحشة قوي،
مينفعش تخليها اوعي تنسيها يعني. هنستغنى عنها خالص ونرميها بالشكل ده. للفتحة بتاعة البط، انا بحب افتحه من تحت كده، مش بحب افتحه من عند صدره، علشان مرات كده ممكن ابقى محتاجة اني انا احشي البطة رز وكده، فطبعا هبقى محتاجاها تكون مقفولة، فطبعا انا بفتحها بالطريقة دي. وطبعا انا مش بستخدم دلوقتي مية ولا اي حاجة خالص، انا ده كله على الناشف كده، مش بستخدم اي حاجة خالص. فتحنا كده وهنطلع بقى كل الحاجات اللي في بطنها كلها، وبالراحة طبعا عشان بيكون فيه كبدة وفيه مرارة، فتبقي تاخدي بالك يعني لحسن المرارة يعني تتبهدل الكبدة معاكي. انتي سايسي البطاية معاكي، طبعا انا قطعت الضافر كده بتاع الجناح اللي هو الصغير ده، لانه ما بيبقاش فيه ولا لحمة ولا حاجة، وبيبقى مخلي البطة شكلها مش لطيف يعني. هنفتح معاكم كمان واحدة. زي ما قلت لكم انا بحب طريقة الفتحة من هنا، علشان ممكن ابقى محتاجة اني انا احشيها او كده، فتبقى سهلة عليا احشيها واجي من هنا اقفلها تتقفل معايا بكل سهولة. نفتح مع بعض حبة القلب. بصوا جميلة. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم ويكرمكم كده وربنا يبلغنا رمضان واحنا في احسن حال باذن الله. طبعا بعد ما فتحنا البط كله غسلناها بمية فاضية خالص، وبعد كده شلناه من المية وجبناه هنا، وبدأنا بقى ايه نحط الدقيق. لازم قبل مرحلة الدقيق تكوني غاسلة البط بتاعك كويس بمية، وتجي بقى ايه حطها هنا. هنحط بقى دقيق من فوق ومن جوه ومن بره ومن عند الرقبة كده، من كل حتة يعني، بالشكل اللي انت شايفاه ده. وتغسلي كويس قوي و... وتعملي عشان الحاجات اللي مش كويسة يعني تطلع معاكي. الدقيق بملح، لازم يكون فيه دقيق وملح يعني. تغسليهم كويس قوي. بصي حتى القونصة بغسلها برضو، كل حتة في البطاية مش بسيب حتة، لازم يدخل لها دقيق وملح عشان تنضف. وهنجي بقى بعد ما عملنا الكمية كلها هنيجي حاطين بقى ايه المية، مية غزيرة كده كتير، نكبها عليه ونغسله برضو. هنغسل ونصفيه كده ونحطه في حاجة جنبينا، حلة بلاستيكة اي حاجة جنبينا كده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده بغسله طبعا كويس قوي. قولولي بقى مين الشطورة اللي كانت مربية فراخ او بط لرمضان وذبحتيه ولا لسه؟ طبعا هنغسل كده البط ونطلع زي ما قلت لكم، تغسليه كويس قوي ومتخليش دقيق. احنا لسه نغسله مرة كمان، بس برضو متخليش دقيق في البطة، تغسليها من جوه ومن بره ومن كل حتة بالشكل ده. وبعد كده ما غسلناهم هنحط عليهم مية. المية دي انا خلطت كوز خلاط كده، تملي شفشق الخلاط بقشر برتقان وعليه مية كده، وتضربيه ضربة كويسة، وتحطيه بقى ايه في الجردل بتاع المية، وتقلبيه كويس قوي. احنا طبعا مصفيينه عشان ما القشرة بتاعة البرتقان ما تبقاش شابكة في البط بتاعنا، بيديه ريحة يا جماعة خطيرة بجد، بتمنع ريحة الزفارة خالص، مش هتخلي فيها ريحة زفارة ولا حاجة بالشكل ده. وهنغسلهم كويس قوي ونركنهم بقى عشان يصفوا من المية، وبس كده، مفيش اسهل من كده. وبجد قشر البرتقال بيدي ريحة جميلة قوي للبط، لازم تجربيه بالطريقة دي. للفراخ بقى حتى للسمك يعني، بصي لأي حاجة هيمنع ريحة الزفارة خالص. وقشر البرتقال هنستغله يعني مش هنرميه بالشكل ده. نغسل طبعا الكمية وكل حاجة زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا ما شاء الله بقت جميلة وبتلمع كده وبفطة بيضة ما شاء الله والله. هنحط بقى ايه في الأكياس. طبعا انا هحط مثلا بطاية كده سليمة مش هقطعها في كيس، علشان مثلا لو هحطها في الفريزر يعني تبقى سليمة، عشان لو جاتني عزومة او مثلا ههدي بيها حد تبقى حلوة يعني سليمة. وهقطع معاكم برضو تبقى على قد الطبخة. بصوا انا هحط دي كده بحلة كده في الكيس،
واحط برضو معاها الحاجة بتاعتها. عاوزة تشيلي القوانص بقى والكبد وكده وتركينهم على جنب، تعملي بيهم اي اكلة من اللي عملناهم في القناة. عملت لكم قبل كده وصفتين بالكبد والقوانص، لو ما شفتيهمش ادخلي كده في القناة وانتي هتلاقيهم. عملنا قبل كده طاجن مكرونة بالكبد، وعملنا سندوتشات كبدة كانت جميلة قوي. طبعا حطينا كده في الاكياس، ودي بقى هنقطعها مع بعض. انا بقطعها كده من عشان يبقى معايا الصدر والورك. هقطعها كده من فوق لتحت الطريقة دي، علشان زي ما قلت لكم تبقى على قد الطبخة يعني. هعمل كل نص في طبخة، عشان طبعا الست الشاطرة هي اللي بتدبر وهي اللي بتوفر. الزوج ما بيبقاش عارف اي حاجة من الحاجات دي، فهي الست هي اللي عليها آه، كل حاجة. هي اللي تجيب الفراخ، هي اللي توزع على الشهر كله، هي اللي تقسم الحاجة على الشهر كله. فربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم، ويرزقكم يا رب من حيث لا تحتسبوا، وربنا يقدرنا يا رب، يكرمنا في ايام رمضان. زي ما انتوا شايفين كده قسمنا بقى البطة، بتتقسم معاك بكل سهولة. زي ما قلت لكم البط بتاعنا حلو، مش اللي هو العجوز، لا ده لسه كده حلو اخضر، بجد حلو وفيه لحم، يعني مش ان هو صغير ما فيهوش لحمة، لا فيه لحم والله وحلو ما شاء الله. هنحط طبعا كل نص في كيس عشان قلت لكم يبقى على قد الطبخة بتاعتنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف كده وحبيتوه. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسونيش بقى ولا تبخلوا عليا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. واللايك يا جماعة، اللايك كده بيرفع الفيديو شوية، فيعني انا مش عارفة هو بيخسركم في ايه، يعني انتوا اضغطوا بس اللايك وخلاص على كده. اللي مش عارف، اللايك على ايدك اليمين كده بيبقى تحت الفيديو، والاشتراك كلمة اشتراك كده على ايدك الشمال برضو تحت الفيديو، بس كده. وسهلت لكم كل حاجة، فما تبخلوش عليا بقى زي ما قلت لكم باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش. والفيديو بتاعنا كده خلص، يا رب يكون عجبكم، وربنا يعود علينا يا رب الايام دي بالخير والبركة. وهنا اقول لكم سلام.